تخافش من حاجة، بكرة مليان خير. في رسالة خير على نجوم FM، في رسالة خير على نجوم FM. دلوقتي ميعادكم مع رسالة خير مع أحمد شعلان برعاية جمعية رسالة على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. في رسالة خير. يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على نجوم FM 100.6 ورسالة خير. موعد برنامجنا كل يوم من الحد للخميس من الساعة 4 للساعة 5 بكون موجود معاكم على الهواء أحمد شعلان من استديوهات نجوم FM رسالة خير برعاية جمعية رسالة. عندنا رسالة هامة جدا النهاردة، رسالة جميلة جدا، وهي حفلة رد الجميل أو كلمة رد الجميل في حد ذاتها. طبعا هنفهم من ضيوفنا النهاردة جمعية رسالة بترد الجميل ازاي والمين وعن طريق ايه وعشان ايه اللي حصل. كل هذه التفاصيل موجوده معانا في حلقتنا النهارده. خلوني ارحب بضيوفي والاستاذ عادل عبد الفتاح مسؤول التطوع في جمعيه رساله ومدير القوافل الداخليه، وكمان موجود معانا الاستاذ مصطفى عاطف وهو منشد ديني وهنتعرف عليه اكتر من خلال حلقتنا. مساء الخير، منورينا ومنورين الدنيا كلها ومنورين نجوم FM ومنورين المستمعين واي خدمه. منوره بيك. عفوا معلش. خلينا نبدا حلقتنا ونقول كلمه رد الجميل. كلمه جميله جدا يا عادل، كلمه جميله جدا. يا ريت تكلمنا عن فكره رد الجميل، الفكره نفسها جت منين، وبناء عليها بقى هنبني ونفهم ايه قصه الحفله وايه الموضوع وايه الحكايه. الرد الجميل الجمله نفسها شرح نفسها. الفكره جت ببساطه قوي لما كنا بنروح نزور القرى الفقيره ونقعد مع المسنين بتوعنا، ناس جميله قوي كده من فوق ال50 و60 و70 و90 سنه، ونقعد ندردش معاهم ونبدا نلاقي عندهم قصص كفاح قويه قوي احنا مفتقدينها. تمام. نبدا بقى نلاقي مثلا ان في من دردشه المتطوعين بتوعنا معاهم بنلاقيهم ان هم المتطوعين بداوا يتاثروا بالمسنين بشكل رهيب، ويجوا يبداوا يقعدوا يحكوا والعلاقه تتصلح. لو عندنا النشاط نفسه من البدايه، هو فكره احنا عندنا نشاط اسمه المسنين، زيارات المسنين. الفكره دي اختصار ان احنا بنعيد تصليح الفجوه اللي موجوده بين اولياء الامور او الاب والام والشباب. في فجوه كبيره، فقلنا نعمل نشاط كده يعيد يعني الفجوه دي، يحسوا بقيمه الام والاب في البيت يعني. بدأنا بعد الزياره بقينا المتطوعين بتوعنا بيتغيروا وعمالين يسالوا ويتاثروا بالمسنين قوي. فلقينا ان في متطوعه في يوم بتحكي لي بتقول لي ان في ينفع، يعني كانت قاعده مع مسنه وبتقول ان المسنه دي عندها حوالي 65 سنه وما اتجوزتش خالص عشان فضلت قاعده مع والدتها ترعاها عشان ما كانتش بتتحرك. هو في كده؟ احنا يعني ربنا طبعا يعني جزيها خير، يعني نحسبها كذلك طبعا، يعني في الاول وفي الاخر ربنا الاعلم بالنفوس، ولكن يعني ده في حد ذاته شيء احنا كبني ادمين لما نشوفه ده شيء يعني مفيش كده فعلا زي ما انت بتقول. قالت لي احنا عايزين قالت لي ده كلام في الاستكشاف، قالت لي احنا عايزين نروح نعمل لها حاجه. قلت لها فانا بنتكلم معاها، طب يلا احنا عايزين نرد لها الجميل اللي هي عملته مع والدتها ده. وبدات الفكره من هنا، قعدنا سنه بالظبط نفكر بقى. الرساله اخذت على عاتقها رد الجميل، رد الجميل لهؤلاء الذين افنوا حياتهم علشان والدتهم او والدهم بالظبط، او يعني اهلهم يعني. بدات الفكره وبدانا، قلت الفروع كلها بتاعتنا يلا نجمع قصص الكفاح اللي في القرى الفقيره اللي بننزلها. القرى بتاعتنا مئات بالاف القصص، قصص حد عنده 95 سنه فضلت عايشه مع اولادها وتربيهم، والدهم متوفى وهم اطفال صغيرين. قصص قويه جدا بقى. ست فضلت ما بيخدموش في البيوت، بس تروح تجمع المحصول في الارض، تروح تجيب لبن وتديه لهم، تروح تخبز للناس وتربي اولادهم، وما شاء الله 9 وهي عندها 75 سنه وعايشه بقى وبتربي ولادهم. وقصص كفاح قويه جدا. فبدانا من هنا فكره رد الجميل. ننزل نعمل لهم استكشافات للقرى كلها ونبدا نجيب يعني اقوى 300 قصه مثلا. يعني احنا المره دي عاملينها ب 350 قصه، المره اللي كانوا 220. دول 350 قصه دول اقوى قصص كفاح بقى. الناس اللي يعني انا فاكر في مسنه بقى لها 4 شهور ما خرجتش من بيتها، عايشه ما حدش بيسال عليها خالص. في مسنه ثانيه كانت فرحانه. يعني سؤال، هي عايشه ازاي؟ ما تعرفش، هي عايشه اي حد يجيب لها حاجه تخرج تفضل قاعده قدام الدار بتاعها بقى بيتها ده، حد يديها حاجه، حد من جيرانها، حد من ولادها من بعيد لو فكر يسال عليها. قصص قويه يعني هي بالفعل عندها اولاد طبعا بس ما بيسالوش عليها. بالظبط. احنا بناخد النوعين، اللي ربت وعلمت وربت صح،
واللي ما اتمرش فيهم بقى. احنا في جميع الاحوال بنرد الجميل لدي وبنرد الجميل لدي. تمام، بغض النظر انه يعني ان احنا في نشاط، يعني ده اختصاص نشاط ده المسنين بالظبط. ان هم يبتدوا يتصلوا بالاولاد دول انه انتوا ليه ما بتعملوش كده، يعني ايه ده شق تاني مختلف عن اللي احنا بنتكلم فيه النهارده عشان بس نبقى واضحين. بالظبط. تمام، هرجع تاني واسال مصطفى عاطف، يا ريت تعرفنا بنفسك اكتر. مصطفى كام سنه، خريج ايه او بتدرس ايه؟ انت منشد ديني طبعا. ايه علاقتك وايه تجربتك مع حفلات رد الجميل؟ واللي انا عارفه ان الحفله اللي هتتعمل دي اللي لسه هتتعمل، ومصطفى وعادل هيقول لنا دي هتبقى ميعادها امتى بالظبط. دي تاني حفله، فكلمنا بقى ايه من البدايه. يلا نبدا. السن قد ايه؟ من البداية أنا اسمي مصطفى عاطف، عندي 22 سنة، بدرس في دراسات إسلامية وعربية جامعة الأزهر، وبدرس في الجامعة الأزهر على إيد علماء ومشايخ الجامعة الأزهر. يمكن أنا بنشد وبمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وبقول قصايد فيها مسجات وفيها رسالة برضو زي رسالة طبعا. يعني بحاول ان انا ادعو الى الله بكل ما اوتيت من مواهب. بنحاول انا واصحابي يعني نقعد نتكلم مع بعض عن ربنا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن قيمة العمل الخير والقيمة العالية اللي بتعملها رسالة. ويعني في نفس الوقت بنقول اناشيد وحاجات توصل المسج اكتر، يعني اكتر من الكلام كمان. الدور اللي بتقوم بيه، يعني تجربتك انت، يعني انت متطوع في رسالة، ولا انت بتروح ك مشاركة منك انت كراجل منشد او كراجل فاهم في الحتة دي وفاهم قيمة عمل الخير قد ايه؟ بتروح هل كمتطوع او بتساعد في حاجة، ولا بتروح كونك ان انت بتحاول ترسم ابتسامة ما بموهبة ربنا سبحانه وتعالى حباك بيها؟ لا، الحقيقة أنا يعني أنا مشارك فعال جدا، لأنه كنت دايما بقول في أي حفلة بروحها مع رسالة إنه في قصة حب بيني وبين رسالة. على مستوى كل الجمعيات دي أقوى بقى من التطوع يعني يعني على مستوى كل الجمعيات والمبادرات والقوافل في مصر كلها من جمعية رسالة. الحقيقة بحترم الفكر جدا، بحترم التنظيم اللي موجود جوه، بحترم إن هم عندهم فعلا رسالة، مش مجرد انه انا بشغل وقتي بحاجه معينه، او مجرد ان انا يعني طلعت لي فكره فيلا بقى نعملها من غير ما تكون محسوبه ومدروسه وعارفين احنا بنعمل ايه. بحترم ده فيهم جدا، فعشان كده ما بقدرش اتاخر على اي طلب منهم خالص. وخاصة يعني أستاذ عادل وحفلة رد الجميل، كنت لسه بتكلم معاه إنه الحفلة كانت تقريبا من سنة. أنا يعني مش قادر أنسى أي تفصيلة من تفاصيل الحفلة، لأنه أنا شخصيا على المستوى الشخصي المسن، أو يعني أي حد عمره كبير، حتى جدي وستي وكده، بتأثر بيهم قوي. بتقعد تسمع منهم الحكاية، ممكن يكون مثلا قالك الحكاية أكتر من مرة، بس تسمعها وكانك تسمعها لأول مرة بتقول يا ومعقول وده حصل، لأنه كل مرة بيقولها بيضيف لك خبرة جديدة. مش ممكن يعني دايما بنتكلم ان المسنين احنا محتاجين لهم اكتر ما هم محتاجيننا بكتير جدا. وعايز اقول لك كمان على حاجة تانية، انه زي ما اتعلمنا انه كتير من الناجحين ومن الابطال ومن العظماء في التاريخ كان ليهم مسنين واقفين وراهم. محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينية وتاريخه عالي جدا، كان المدرس بتاعه او شيخه فوق 90 سنة، وقال له يا محمد ده النبي قال لتفتحن القسطنطينية فلا نعم الأمير وأميرها ولا نعم الجيش جيشها. بدأ يحمسه ويشجعه لحد ما محمد الفاتح كان ولد صغير جدا وفتح القسطنطينية. سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل عليه السلام وكتير كتير بقى، نقعد نحكي كتير من قصص الناجحين كان وراهم شخص عنده خبرة عالية جدا، وشخص مش بس عنده خبرة. انت عارف لما تقعد مع حد من المسنين وتلاقيه بيقول لك حكايته، حتى وان كانوا البسطاء اللي احنا كنا بنقعد معاهم في الحفلات وكده، ممكن يقول لك القصه ببساطه جدا وتحس ان انت يعني ايه الكلام اللي بيتقال ده، بس جواها معاني تحس فيها دفى كده وهو بيحكيها فتدخل جوه قلبك على طول. كلام جميل جدا. يعني مصطفى عاطف بيقول كلام قوي جدا. احنا مش هنسيبك طول الحلقه، ده انت واضح انك هتقول لنا كلام كتير مهم انت وعادل، لكن لازم نطلع لفاصل سريع. 1006-1006 ده رقم الاس ام اس بتاعنا ورقم رسايلنا. كمان facebook.com/نجوم اف ام دي صفحتنا على الفيسبوك، twitter.com/نجوم اف ام دي كمان صفحتنا على تويتر. نجوم اف 100.6 ورسالة خير برعاية جمعية رسالة. مازال ضيوفي هو الأستاذ عادل عبد الفتاح، مدير أو مسؤول التطوع في جمعية رسالة ومدير القوافل الداخلية، وكمان معانا ومشرفنا النهاردة الأستاذ مصطفى عاطف المنشد الديني، وبنتكلم ما زلنا بنتكلم عن حفلة رد الجميل.
عرفت منك يا عادل ان هي دي تاني سنة بتتعمل فيها هذه الحفلة. السنة اللي فاتت ايه كانت فعاليات الحفلة، والمنتظر والمتوقع ان شاء الله السنة دي هتبقى ايه هي فعاليات الحفلة، وكمان عايزين نعرف ميعاد الحفلة السنة دي هيكون امتى بالتحديد؟ ميعاد الحفله ان شاء الله هيبقى 16/3 يوم السبت 16/3 هيبقى في قاعه الازهر القصر العيني، قاعه المؤتمرات القصر العيني. تمام. بس دي خاص بتيكت بيبقى جوه يعني جوه اي فرع من فروع الرساله ال9 فروع بتوعنا اللي في القاهره. التيكت موجود جوه للموظفين عند الموظفين نشاط القوافل. الحدث السنه دي ان شاء الله الفكره كلها هو بتبقى الجميل في تجمع المسنين. احنا السنه دي عندنا 300 مسنه 300 قصه، ومعانا لا يقل عن ان شاء الله بنتكلم في 950 متطوع. 950 متطوع ما شاء الله. مع 300 مسنه دول الدنيا بقى كل مسنه من اللي جايه معاها متطوعه. تمام. هي اللي بتروح تجيبها الصبح بدري من القريه وبتيجي بيها وتفضل قاعده اليوم كله وبتروحها. الفكره بقى في 300 بنت البنت 300 متطوعه اللي مع المسنه دول تبقى دي حفله لوحديها. ارتباطهم ببعض وبيسالوا مع بعض لحد النهارده. احنا كنا قاعدين لسه في اجتماع امبارح بنظبط الدنيا كلها، في بنت بتقول لي انا ام السعد اللي كانت معايا من قريه كذا لسه شايفاها من شهر. التواصل بقى، ودي عندنا اسمها الابن البار بقى. تمام. الحفله بتبقى قويه جدا، الاحساس بتاع المتطوعين، الترابط بتاع قصص الكفاح اللي بنعرضها. في ناس بتتغير كتير جدا. الصدى بتاع الحفله اللي فاتت كنت لسه بحكي دلوقتي ان المتطوعين اتغيروا. المسجات اللي جات لي على الفيس وعلى الموبايل والاتصالات، انا بنتي اتغيرت في ايه السبب؟ انا اتغيرت مع والدي والدتي، انا حسيت بنعمه الام والاب، انا رديت الجميل لاهلي ولسه بقى ولسه. فده قوي جدا، عشان كده بنزود العدد وبتفرق معانا بقى في كل المتطوعين. فعاليات الحفله بالتحديد هتكون ايه يا مصطفى؟ يا انا اسف يا عادل. الفعاليات هي احنا بنبدا طبعا قصص الكفاح. تعريف بسيط عن اليوم. قصص الكفاح، هل قصص الكفاح كل مسن او مسنه هو هيقوم يحكي قصته؟ لا. ولا بتبقى ازاي؟ لا احنا بنعرض بالظبط كده من 6-7 افلام قصيره جدا، 3 دقايق متصوره جاهزه عن بعض المسنين، عن بعض المسنين اللي هم اقوى قصص كفاح بقى. تمام. بس وبنبدا بقى فعاليات الحفله كل قصه لوحديها، وبنبدا وبنشوف احتياجاتهم. احنا كلهم احتياجاتهم جهزت عندنا خلاص. في بقى طبعا في اللي هو بيبقى عايز مثلا وقف حياته كلها عن ان نبني له اوضه صغيره، سقف، عايز ثلاجه، نفسها في ثلاجه، نفسها في غساله، نفسها في سرير، اي حاجات بسيطه. الحلم الكبير بتاعهم ايه؟ العمره. ودي القصه القويه بقى. هسيب بقى سوف يحكي عنها عشان دي مصطفى عاطف هيحكي لنا من خلال تجربته. انت كنت موجود يا مصطفى معاهم في السنه اللي فاتت. كنت سامعك بتقول لعادل في الفاصل، هفتن طبعا للساده المستمعين كالعاده يعني، هفتن للساده المستمعين، وسامعك بتقول لمصطفى بتقول لعادل انه انا عايزين السنه دي نعمل الموضوع بشكل مختلف، او عايز اعمل حاجه جديده. لا ايه يعني عايزين نعرف القديم الاول وبعدين عايزين نعرف الجديد اللي انت عايز تعمله السنه دي. القديم الحقيقه السنه اللي فاتت استاذ عادل كلمني وكنت موجود في الحفله من البدايه. كان اول تعارف ليا على مشروع رد الجميل، وتقريبا كان اول مره يتعمل. اول مره. بس زي ما كنت بقول لك انه المسنين بالنسبه لي ليهم وضع خاص. يمكن كمان حاجه شخصيه جدا ان انا والدي ربنا يرحمه رحمه واسعه يعني توفى عنده 70 سنه. فكان احساسي انه يعني الناس الكبيره دي قيمه عاليه، وزي ما ده وبتشوف في كل مسن والدك الله يرحمه. بالظبط، بشوف في كل مسن والدي والدتي، فده يعني بالنسبه لي حاجه مختلفه تماما. وبعدين فرحه الستات الكبار في الحفله اللي فاتت، وان انا كنت واقف على الستيج وطلعت واحده ست تقريبا يعني خلاص داخله على 100 سنه وخدتني بالحضن. انا محرج جدا، ما ينفعش كده. لا هو مش محرج، هو دي حاجه جميله على فكره، حاجه حلوه. قد ايه انت يمكن باللي انت قلته او بالانشاد اللي انت عملته ممكن يكون وصل لقلبها، قد ايه حسيتك، قد ايه صدقتك لان انت مصدق. الحمد لله. فستات كتير يدعوا لك وربنا يكرمك يا ابني، وكلام من الجميل ده. كل ده وصل لنا الاحساس اكتر. وزي ما كنت بقول لك ان احنا محتاجين ان احنا نقعد تحت رجليهم، نخدمهم ونسمع منهم ومن قصصهم مهما كانت بسيطه او صغيره. فهي فيها قيمه عاليه جدا وفيها احساس عالي جدا. لما تسمع القصه من شخص عاشها،
احسن ما تسمع القصه مني تعالى ما احكي لك حكايه كده عن فلان الفلاني، لكن لما احكي لك قصه انا لا تعالى احكي لك شخصياً حكايه عن فلان الفلاني ده احنا بنجيب في سيره الناس بالظبط كده. هم المواصلين الموضوع مش موجودين كمان، يعني القصه نفسها قاعده معاك اصلا صح. فالموضوع كان قوي جدا الحقيقه السنه اللي فاتت. وبيبقى فيها برضو انا شايف انه يعني لو تخيلت ان انا حطيت نفسي ان انا قاعد دلوقتي بتكلم مع حد مسن بيحكي لي حكايه فوق كل اللي بتقوله ده في كميه تفاؤل رهيبه. عارف ليه؟ لانه ايا كان بيحكي لك عن مشكله هو مر بيها او حاجه كانت في حياته او عقبه كبيره هو تعداها بيعدي وما زال موجود ولسه عايش وبيتكلم وبيحكي لك عن التجربه دي. فدي حاجه فيها نوع من انواع التفاؤل. لسه فاكر حاجه واحنا بنحكي دلوقتي، المسلمين ما كانوش عايزين، مجموعه منهم مش عايزه تروح. في مسنه انا فاكر متطوعه بتحكي لي بتقول لي ان مسنه مبسوطه بالكرسي اللي قاعد عليه. انت متخيل؟ يعني مرتاحه مبسوطه من الكرسي اللي قاعد عليه، مبسوطين. شوفوا انفعالهم مع اليوم ومصطفى بينجي كان تحفه. طبعا وجود مصطفى معانا ده بقى شيء اساسي خلاص، يعني وانا وهو بنتكلم في التليفون من يومين وجوده بقى شيء اساسي. قلت له حتى لما دعتونيش انا جاي. اكيد. انا بقول له الدنيا انا بنشغل كل شويه فخلاص انا هختفي وانت اساسي بقى اليوم ده بقى بتاعه. هرجع لك تاني يا مصطفى عشان انت ما جاوبتش على السؤال، بس انا مش هسكت يعني مش هسكت لك اكيد. يعني كان دورك ايه في الحفله اللي فاتت وناوي دورك يكون ايه في الحفله اللي جايه؟ دوري في الحفله اللي فاتت كنت بنشد وبحاول ان انا اسمع المسنين الحاجات حتى القديمه اللي هم كانوا بيسمعوها وبيحبوها، وبمدح النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دوري في يعني الحاجات القديمه مثلا زي شغل النقشبندي مثلا. شغل الشيخ نقشبندي تفاعلوا معاه قوي قوي الطبار والكحلاوي ولاجل النبي والحاجات اللي هي سلام. فكنا بنقول الحاجات دي، لكن الحقيقه حاسس ان انا دوري في الحفله اللي جايه واللي بعديها محتاج انه يكون مختلف. عايز اقول لك على حاجه صغيره جدا، وانا قاعد مع الشيخ بتاعي فبيساله احد الشباب وبيقول له يا مولانا حضرتك احنا عندنا مشروع عن حقوق الانسان وحمايه حقوق الانسان وكده. الشيخ رد عليه وقال له احنا عمر ما كان عندنا في الدين حاجه اسمها حقوق الانسان، عمرنا ما كان عندنا الفكر ده. يعني ايه حقوق الانسان وان احنا نرى حقوق الانسان؟ احنا عندنا في الدين حاجه اسمها حقوق الاكوان، كل حاجه في الكون عندنا ليها حقوق. فتخيل ان كان في عصر من العصور اللي كان عايشه المسلمين اجدادنا ويعني والرجاله اللي احنا المفروض بنتربى على سيرهم، كان في عصر من العصور ما كانش فيه فقير في الدايره بتاعت المسلمين. ما فيش حد جعان، خلاص يا جماعه كل الناس اكلت، كل الناس اكلت. ما فيش حد ما عندوش بيت، كل الناس عندها بيوت. طب معانا فلوس كتير جدا لسه للصدقات والزكاه وكده، نعمل ايه تاني؟ عايزين نجوز الشباب. ما فيش حد ما اتجوزش، كل الناس اتجوزت. طب نعمل ايه؟ ما عادش في فقير وما عادش حد جعان وما عادش حد بردان وما عادش حد ما اتجوزش. طيب سمعنا ان في المغرب بحيره بينزل عليها طير اسمه طائر النقنق. طائر النقنق ده رجليه رفيعه، فلما بينزل على البحيره جامد ممكن رجليه تتكسر. فتعالوا نعمل وقف، مجموعه فلوس وعمل خيري، نعمل وقف لطائر النقنق، ان الطائر اللي رجليه تتكسر يتعالج في مستشفى مخصوص، فما يبقاش فيه ولا طائر نقنق رجله مكسوره. طيب نعمل ايه تاني يا جماعه؟ معانا فلوس كتير لسه والحمد لله الامه حالها كويس. نعمل دار مسنين للخيول. الخيل لما بيكبر بتضربه بالنار، لا ده مش هنضربه بالنار، ده احنا هنعمل له مزرعه كبيره يخش يرعى وياكل فيها، مش هنشغله. وده وكل الحيوانات. خلص خلاص الموضوع ده، لسه معانا فلوس، نعمل ايه؟ سمعنا ان في واحد فقير عيان بس الحمد لله معاه فلوس يدخل المستشفى. دخل المستشفى بس نفسيته تعبانه، ما ينفعش يبقى في حد من المسلمين نفسيته تعبانه، فنعمل وقف تاني اسمه المرض الكاذب. فالوقف ده عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه زي جمعيه رساله كده، الموظفين اللي بيشتغلوا فيها ليهم شغلانه واحده بس، ان يرسموا البسمه على ان عم عبده او الحاجه فاطمه في المستشفى عين نفسيتهم تعبانه، فاتنين يروحوا يقفوا جنب السرير ما لهمش علاقه بالمريض، وواحد يقول للتاني انت ايه اخبارك؟ صحتك كويسه اهو، انت كنت تعبان عندك ايه؟ فيقول له كان عندي مرض كذا اللي هو عند الحاجه اللي نايمه. فيقول له بس انت خفيت؟ يقول له اه الحمد لله خفيت. يقول له يا ترى مين الدكتور اللي عالجك؟ يقول له الدكتور فلان اللي بيعالج الحاجه كذا. الحاجه طبعا ترمي ودنها وتقول ايه ده؟ معقول المرض اللي عندي بيخفوا منه والدكتور كويس؟ طب الحمد لله انا كده خف، وياخدوا بعضهم ويمشوا خلاص نفسيا. فده كان الوقت. بس انت هتخلينا كده احنا وكل اللي بيسمعونا، يعني كلام جميل جدا، بس هتخلينا نحقد على طائر النقنق هتخلينا نحقد على الخيول. احنا وصلنا للمرحله دي في زمن ما كان في الرساله ليها هدف، وكل واحد كان بيعمل العمل ده مش بس عشان حفله بنحضرها او عشان ايفنت حصل فتعالوا ما نروح نجرب. كان في التكافل الحقيقي، انه ما كناش بنبص على طبقات مجتمعيه ولا على الناس ده بينتمي لكذا ولا ده ينتمي لكذا. ده يعني نرجع بعد الفصل.
1006 ده رقم الاس ام اس بتاعنا، وفيسبوك.com/نجوم اف ام دي صفحتنا على الفيسبوك، تويتر.com/نجوم اف ام مرة دي تانية صفحتنا على على نجوم اف ام 100.6 ورسالة خير. وموضوعنا النهارده هو حفلة رد الجميل، وما زال ضيوفي الاستاذ عادل عبد الفتاح مسؤول التطوع في جمعية رسالة ومدير القوافل الداخلية، وكمان معانا المنشد الديني الاستاذ مصطفى عاطف. عايز اسال يا عادل عن المتطوعين في الحفلات بتاعه رد الجميل، او بالتحديد هم المتطوعين دول اصلا من نشاط ايه ومن نشاط ايه ومن نشاط ايه؟ هل هم مجتمعين من بعض النشاطات الاخرى بيجوا يعملوا بيجوا يشاركوا في حفله رد الجميل؟ هم دول الرسلاويه طبعا المتطوعين بتوعنا، بس دول متطوعين نشاط القوافل الداخليه، لان اللي هو الحدث بتاعهم. طبعا بالظبط. في الانشطه الاخرى ومتطوعينا طبعا ان العلاقه بيننا قويه، فلو ما بيشاركوا معانا ده اكيد بيجي بتوع يشاركوا. زيارات الخير كل الانشطه، طعام، قوافل، زيارات، بنك دم، كل الانشطه. بس الغريب بقى الحادث المره دي برعايه مسؤولين النشاط، مسؤولين يعني 350 عمود بتوع القوافل الداخليه. الحدث المره دي بالرعايه بتاعتهم، هم المتكلفين بحاجات كتير، منها مجمعين من بعض 8 عمرات. ما شاء الله. المتطوعين نفسهم يعني 350 عمود دول مجمعين من بعض 8 عمرات. مجمعين 8 عمرات، 7 عمرات بالظبط. 7 عمرات بالظبط. 7 عمرات بالظبط. هم مجمعينهم من بعض. هم تنظيمهم، ما شاء الله. تقديمهم، افكارهم، كل حاجه هم اللي عاملينها من كل حاجه. يعني ال7 عمرات اللي هنبدا بيهم الحفله دول برعايه المتطوعين بتوع النشاط، متطوعين رساله القوافل الداخليه. احساسهم وغير بقى حاجات كتير، يعني هم متفقين مع بعض هيلبسوا السكارف بتاعهم الطرحه حمراء، هيشتروها كلهم. انت متخيل التيشيرت بتاع القوافل اللي زي كله، البدله، كل الكلام ده موحدين مع بعض وبيشتروا وهيدفعوا مبالغ طائله وقتهم ومع مذاكرتهم. الحدث كله ده برعايه متطوعين رساله ونشاط القوافل الداخليه بالتحديد. تمام. عاملين مجهود جبار جدا من تنظيم، من كل حاجه. فلا دول اول ناس بجد يقدروا يعملوا حاجه. باقي المتطوعين هي ضيوف بقى من بنكافئهم في كل فرع ليه 40 متطوعه. دول اللي هيشاركوا المسنين هيجيبوهم من القرى. تمام. احنا عاملينها زي مكافاه للناس اللي اشتغلت معانا كتير، يعني هم بيحجزوا من دلوقتي. عاملينها لهم مكافاه متطوعه بقى لها معانا 3 4 شهور 5 شهور 6 شهور سنه. دي مكافاه ان تعالي، لا انت من اول اليوم لحد اخر يوم انت مع مسنه وهتروحي تجيبيها وكده، لان بالنسبه لهم دي متعه كبيره قوي. تمام. ده الموضوع كله باختصار. طيب بالنسبه لرحلات العمر، هل الرحلات هتبقى للجميع ولا في اقتراع على الرحلات دي على اساس ان هو في عدد محدود من العمرات؟ للاسف طبعا هو عدد محدود من العمرات. المره اللي فاتت احنا كنا عاملين عمرتين بالظبط، احنا مجمعينهم كلها بقى. فربنا كرمنا من متبرعين وفنانين ومجموعه كبيره اتبرعت بعمرات كتير، فطلعنا حوالي ب7 و8. والمتطوعين راحوا وصلوهم المطار وجابوا لهم اكل، ومفيش مسنه طلعت غير لما المتطوعين هم اللي راحوا جابوا لها ملابس الاحرام، وكلهم رجعوا بالسلامه. ورجعوا بالسلامه الحمد لله. المره دي احنا عاملين 7 عمرات المتطوعين اللي عاملينهم، هم اللي مجمعين فلوسهم بالكامل. وبنفتح بقى باب الناس بيشاركوا معانا بتبرعات، عمرات، شركات، افراد، كل الاشخاص. طيب يعني الباب ده مفتوح عن طريق يا عادل؟ احنا ممكن الرقم ده رقم حد من المتطوعين اللي معانا، يقدر هم يتصلوا بيه يتواصلوا ويدفع في شركه العمره بتاعتنا، او يدفع يعني نتفق معاه ويدفع في رساله في شركه العمره اللي عايز يتبرع بعمره لهذا لرد الجميل، لحفله رد الجميل. بالظبط. واحنا هنطلع بنسحب من حاطين اساميهم كلها في صندوق اكبر، يعني بنتكلم في 100 تقريبا، اقوى 100 قصه كفاح، ونقدر نسحب لهم. طب يا ريت تقول لنا الرقم يا عادل، على اساس انه كل المستمعين لو في حد حابب ان هو يتبرع بهذا بعمل الخير ده، او حابب يرد الجميل، يعني شيء جميل. 010 644 62 337 010 644 62 337. طبعا ده رقم ده خاص بسحب العمره، يعني خاص بحد يتبرع بعمره للمسنه نرد الجميل لحد. ده الجزء الثاني اي حد تبرعات عاديه بقى، كل ده الرقم بتاعنا. الرقم بتاعنا 19450، او اللي عايز يتطوع او الكلام ده كله، كل ده 19450. واللي عايز يشارك معانا ويشتري تيكت يلحق يحجز معانا في 16/3 يبدا يروح يتوجه لاي فرع من فروع رساله. الحفله يوم 16/3 اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله 16/3 اللي جاي يبدا يتوجه لفروع رساله ويلحق التيكت بتاعه. وقريبه بالتحديد من عيد الام. بالظبط. جت في بالي حاجه دلوقتي. المسنين دايما بحرص ان انا اروح واقول له او اقول لها ادعي لنا.
لان الناس دي دعواتهم طبعا مستجابه، لانه يعني عانوا كتير وشافوا بالظبط. كتير وعلاقتهم قريبه من ربنا. فانا متخيل دلوقتي ان انا لو طلعت مسن عمره انا اكيد هاخد ثواب العمره لان انا اللي مطلعه، وكمان هيدعي لي دعوه عند في الحرم بقى. الحرم. فيعني يعني الموضوع افتكرت قد ايه قوي جدا. في عمر في شهر 7 اللي فات، فكان في مسنه مش قادره تمشي، فاحنا خدنا لها كرسي من الاول ولفينا بيها، عملنا لها العمر كلها. وبعد كده خارج من رايح الصفا والمروه، فلقيت المسنه بتقول لي يا نهار ابيض، فقول ايه؟ قالت لي نسيت ادعي لاولادي، انا دعيت لك انت بس. 7 اشواط بتدعي لي انا بس. فقلت لها طب ارجع حضرتك تاني؟ قالت لي لا خلاص هدعيهم في الصفا والمروه بس. فكميه الناس المسنين اللي دعوا لهم المطوعين بتوعنا بقى. اعتقد انه بالنية في ناس يعني في ناس بتروح من كتر الحلاوة والجمال اللي بيشوفوه ما بيعرفوش يدعوا، يعني اللسان ما بيترجمش. بالظبط. يعني متهيألي من القلب، فاكيد ربنا عالم بده يعني. بالظبط. وانا كنت بصور الافلام القصيره اللي احنا بنصورها دي، رحت صورت معاهم السنه اللي فاتت. واحنا بنصور انا في مسنه كانت عايشه في اوضه بالظبط يعني 2 متر في 2 متر، عايشه معاها بالطيور بتاعتها، وحاطه قفص صغير عليه حاجتها، وشنطه بلاستيك بسيطه جدا عليها هدومها. حضرتك عايزه ايه؟ ولادها بره مصر. حضرتك عايزه ايه؟ الحمد لله انا في نعمه، مش عايزه حاجه، انا في نعمه انا في نعمه انا في نعمه. في الاخر خالص انا عايز اعمل لها اي حاجه. ربنا كرم الشباب، عملوا لها الاوضه بتاعتها وعملوا لها كل حاجه وطلعناها عمره. شوف حضرتك، وهي يعني هي ست بسيطه قوي، وهي بتسلم علينا بتبوس الايد. انت متخيل حد عنده 70 80 سنه بيبوس ايدك انت؟ عياط بقى والاحضان لا الدنيا غريبه جدا، جميله جدا جدا. ده من الفرحة وفرحه المطوعين. انا الفيديو وانا بتفرج عليه، اتفرجت على الفيديو ده من يعني هو 3 ساعات، يعني 3 سيديهات كبار، اتفرجت عليه لا يقل عن 10 مرات. شوف كميه المتطوعين وهم قاعدين بيعيطوا، شباب وبنات قاعدين في الحفله بيعيطوا. وفي حتى من المنظمين، في صور للمنظمين وهم واقفين في اماكنهم بيعيطوا بيبكوا من الروح. مجرد دخول المسنين على الاغنيه الموضوع قوي جدا. انا كنت واقف على الستيج فوق شايف المطوعين عاملين ازاي. انا والله كل الدنيا مبسوط بس بفرحه المطوعين، وان المتطوعين هم اللي بينظموا الحدث ده، بيردوا الجميل. دعوه بقى للناس كلها ترد الجميل لاهلها كلهم. وطبعا يعني اي حد عايز يفرح زي ما بيقول الكينج محمد منير، ايه بيطول عمر الواحد غير الفرحة؟ انه الواحد يرسم ابتسامة على وجه شخص شايف كتير، قابل كتير، بنتعلم منه كتير، لازم نشيله فوق راسنا. الفرحة الكينج محمد منير. وراجعين هنسمع مصطفى عاطف. طبعا لازم هنختم حلقتنا بيك، لان طبعا كل المستمعين طالبين ايه يعني، مش عارف اقول لك ايه. 1006 رقم الاس ام اس بتاعنا، facebook.com/نجوم اف ام دي صفحتنا على الفيسبوك، twitter.com/نجوم اف ام دي صفحتنا على تويتر. رجعنا تاني في رسالة خير برعاية جمعية رسالة على نجوم اف ام. وما زال معايا عادل عبد الفتاح مسؤول التطوع في رسالة ومدير القوافل الداخلية، واستاذ مصطفى عاطف المنشد الديني. وكنا بنتكلم النهارده عن حفلة رد الجميل، وقلنا الرقم الخاص بالتبرعات للعمرة. اللي عايز يتبرع بعمرة للمسنين يرد الجميل يرد الجميل في الحفلة بتاعة رد الجميل اللي هي هتبقى يوم 16/3 يلحق يتصل على 010 6446 2337. انا بشكركم جدا. يعني في اخر حلقتي النهارده لازم اشكركم جدا، نورتوني. ربنا يوفقكم ان شاء الله. نحاول ان احنا كلنا بقدر الامكان نكون كل اللي سامعيننا يكونوا موجودين باذن الله في الحفله. و يعني اخر حاجه هختم بيها، انا طبعا كل المستمعين عمالين يبعتوا لي على الاس ام اس وعلى الفيسبوك عايزين يسمعوك يا مصطفى، فانا هختم بيك الحلقه. ان شاء الله هنتقابل بكره ودقايق، وهيكون معانا الزميل العزيز كريم الحميدي في عيشها بشكل تاني على نجوم اف ام. وهسيبكم مع مصطفى عاطف ونشوف هينشد لنا ويقول لنا ايه النهارده. يعني بشكرك الاول، وبشكر استاذ عادل، وربنا يكرمكم يا رب. ان شاء الله نشوفكم على خير دايما. قمر سيدنا النبي، قمر وجميل سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى
المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، حبيب الله يا خير البراء يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل.